روتين في حياة لتوأم وحامل ومرهقة ونفسها تنظف تنظيفات رمضان. ده كان شكل المطبخ بتاعي بقى. وابتديت الفطور طبعا عشان انا عندي سكر حمل، فمضطرة اكل حاجات دايت وكده. وبعدين بدأت اوريكم بقى ايه مشتريات رمضان بتاعتي. جبت عشان تنظيف رمضان وعلشان نجدد كده في مطبخنا. جبت الجوانتي دوت عشان الخلطات اللي هنعملها طبعا. جبت 3 اسفنجات وبتاعت معالق، وجبت الموب دي هجربها معاكم النهارده واقول لكم رايي فيها. وما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك لو عجبك الفيديو. وصلي على النبي في الكومنتات بقى. اول حاجه انا كده رتبت المواعين. انا بحب ارتب المواعين الاول قبل ما اغسلها الصراحه، افضل لو فيها اكل مش عارفه ايه احط الاطباق لوحديها، الحله لوحديها، الكوبايات لوحديها. فكده لبست الجوانتي بتاعي وقلت ايه بقى. بنقول اول حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بنبرأ نفسنا من حولنا قوتنا الى حول وقوه الله عز وجل. انا يومي بدأ قبل الفجر بساعه. صحيت قريت الورد بتاعي من القرآن، بقرأ مثلا 20-30 صفحه كده في اليوم. وبعدين صليت الفجر وقريت الأذكار الصباح. أذكار الصباح دي جميلة يعني، وفيها ذكر كمان. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، ربنا بيحميك من أي سحر أو جن أو أي حاجة يعني. هي حصن يعني، حصين من السحر أو المس أو العين أو الحسد. فانتي ايه، حاولي تواظبي عليها، لأن هي مش طاعة بس، هي كمان بتحميكي انت يعني، هي ليكي انت اكتر ما كونها طاعة يعني، غير انت بتاخدي حسنات. وبعدين عملت ورد لا حول ولا قوة الا بالله، وعملت ورد الاستغفار بتاعي. وابني كان صاحي معايا طبعا، فمعرفتش ابدأ على طول يعني في شغل البيت. ابتديت كده على الساعة مثلا 7 او 7:30، ابتديت بغسيل المواعين. قلت ابدا كده عشان انا عايزه اعمل حاجه كده في تنظيفات رمضان. طبعا انا مش باخد اليوم كله تنظيف، لان انا عندي حاجات تانية. عندي مثلا طبيخ، عندي ولادي التوأم طبعا متعب جدا. وعلى طول دايما بيبقوا لازقين فيا وكده. فطبعا مش هينفع طول اليوم انضف، فانا باخد حاجه. وبحاول يعني انضف كده تنظيفات رمضان، حاول على قد ما اقدر الصراحه. ان شاء الله يكون فيديو تحفيزي ليكي ان انت تقومي وتتحركي وانت حامل وتعبانه معاكي اطفال صغيرين 1.5 سنتين. فان شاء الله هنشجع بعض ونحاول يعني، نحاول نقوم ونعمل يعني. انا عارفه ان الاطفال لما بتكون 1.5 سنة او 2 سنين كده يعني بتبقى متعبه جدا، خصوصا لو انت معكيش حد لوحدك يعني وكده. بس ان شاء الله نستعين بالله ونحاول مثلا نديهم لباباهم، نفرجهم على حاجة ولا حاجة، لان طبعا احتسب العمل والنظافة من الايمان. وبهجة طبعا برمضان وقدوم رمضان شهر مبارك، وان احنا نحاول ننظف البيت عشان يبقى مثلا تنظيفنا في رمضان حاجات بسيطة كده، بحيث ان احنا نبتدي طبعا قراءة القرآن. مش عارفة ايه، انت طبعا مش هتبقى عندك وقت ان انت تنضفي، يا دوبك هتطبخي، هتغسلي المواعين، هتنضفي كده مثلا. طبعا تنظيفة رمضان هننضف على تنظيفة العيد قصدي. وان شاء الله الله المستعان يعني، بإذن الله. وان شاء الله يكون رمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. ويكون احلى رمضان في كل رمضانات اللي عدت علينا. ومش لازم نكون مثاليين يعني. انا يعني فتحت القناة دي وانا ما عنديش طاقة اعمل اي حاجة، بس انا فتحتها عشان انا اتشجع قبليكوا يعني، انا اتشجع ان انا اصور واقوم واعمل وانضف. مش تشجيع ليكوا بس، تشجيع لي انا كمان ان انا اقوم واتحرك. يبقى معايا اخواتي في القناة ونشجع بعض ان شاء الله. ومش لازم نكون مثاليين يا جماعة. احنا نعترف ان احنا بشر، ان فينا نواقص يعني، وان مش لازم اعمل كل حاجة. انا مش انسان آلي، انا بني ادم لحم ودم. مش لازم يكون بيتي على طول بيرفكت. انا ساعات كتيرة دايما يعني ساعات كتيرة بيبقى بيتي مش مرتب،
في مواعين في الحوض كده. وكده هجرب معاكم وصفة كده. حطيت معلقة صغيرة من اللهلوبة عليها شوية مية ودوبتها كويس عشان تتحط في البخاخ معانا. دي وصفة لإزالة الدهون بتاع الشفاط. وحطيت كده ايه شوية معطر وشوية بريل، نص الازازة بريل، حطيت نصها بريل ونصها مية، وحطيت معلقتين بوتاص. تمام. وهنجرب بقى ايه نشوفها مع بعض هتنفع معانا ولا لا. انا كده رشيت على بس اهم حاجة تلبسي جلافز عشان او جوانتي عشان بتحرق في الايد. تمام. وهي كانت الصراحة بتشيل معايا بكل سهولة، يعني مسافة كده ما بتحطي وبتدعكي حاجة بسيطة. والله ما دعكت كتير، يعني هو الشفاط ما خدش معايا بتاع 7 دقايق كده ولا حاجة. الشباك برضو نفس النظام. فكان يعني هي خلطة جميلة الصراحة، جربيها وقولي رأيك في الكومنتات. تعالي كده واحنا بنغسل مع بعضينا نقول قصة جميلة يعني. قصة سيدنا آدم عليه السلام، أول إنسان ربنا خلقه من طين ومن حاجة بسيطة قوي، بس نفخ فيه من روحه، يعني رفعه من الأرض للسماء وكرمه تكريم محدش خده. علمه الأسماء كلها، يعني علمه وفهمه يفكر ويستوعب، مش مجرد مخلوق عادي كده، لأ، ده مخلوق مميز ومكرم، مش بأي حاجة، هو ربنا خلقه وكرمه. وبعدين أسكنه في الجنة، مكان مفهوش تعب ولا وجع ولا خوف ولا قلق، جنة كاملة. وقال له كل براحتك استمتع، بس الشجرة دي بلاش، شجرة واحدة بس وسط كل النعيم ده. بس بقى الشيطان عمره ما هيسيبه، جاله بقى وقال له اعمل الغلطة دي. ومش بيجي كده هو مرة واحدة يقولك اعملي كده، لأ، ده هو بيجي يزينلك الحاجة، اعملي الغلط الكبير، يعني مش هيقولك اعملي الغلط الكبير كده مرة واحدة، لأ، بيجي بهدوء، بكلمة، بشك، بفضول. طب هو ربنا حرمها ليه؟ يمكن عشان نبقى هو مش عايزنا نبقى احسن، يمكن عشان ربنا مش عايزنا نبقى خالدين. وسوسة كتير، نفس الوسوسة اللي بنسمعها كل يوم. ما كل الناس بتعمل كده، يعني ما مرة واحدة، ربنا غفور رحيم. الغلط دايما بيجي متغلب بشكل بريء، وآدم وحواء أكلوا، واللي حصل بعدها ما كانش راحة ولا سعادة، كان ندم شديد، لأن الغلط عمره ما بيريح، حتى لو اتحط في شكل حلو وتزين. يعني أنا ليا رأي في الموضوع ده. اللبس يا جماعة، اللبس اللي احنا بنشوفه اليومين دول، يعني تلاقيه يعني البنات يعني بيحللوا اللبس بطريقة مش طبيعية، يعني بيحللوا البنطلونات، وفي بنات عندها قناعة تامة ان ده حلال يعني، وبتبص للمنتقبات. انا بكره المنتقبات مثلا، وبكره اللي لابسين خمار. اصلا احسن منهم، يمكن هم مش قريبين من ربنا. ماشي، مش شرط ان اللي لابسه نقاب او لابسه خمار دي تبقى قريبة من ربنا، بس هي عاملة فرض عليها، انت مش عاملاه. ما علينا. اهم حاجة يا جماعة ما نقاوحش في الغلط. احنا مش ملايكة، احنا بنغلط كلنا. بس نعترف ان احنا غلطانين عشان ربنا يسامحنا، على الاقل يعني يبقى في حاجة عند ربنا يسامحنا بيها. هنا بقى ايه النقطة اللي بتفرق من ان الواحد يعترف بغلطه من اللي ما بيعترفش بغلطه. ادم لما غلط ما كبرش، ما قالش انا مظلوم، ما قالش حواء السبب، ما قالش الشيطان ضحك عليا. قال ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف وانكسر ورجع، وده الفرق الكبير بينه وبين ابليس. الاتنين غلطوا، بس ابليس قال انا احسن منه، وادم قال انا غلطت واعترف بغلطه وندم وتاب. والجميل بقى ان ربنا نفسه علم ادم كلمات التوبة، يعني ربنا هو اللي فاتح الباب، هو اللي بيقولك تعالي وانا اقبلك. قبل توبته، ما قفلش الباب، ما قالش خلاص راحت عليك. وبعدين نزلوا الارض، وناس كتير فاكره ان ده كان عقاب وخلاص، بس لا، ده كان بداية حياة، فرصة جديدة، اختبار. ربنا قال هبعت لكم هدى،
اللي يمشي وراه مش هيخاف ولا يحزن. يعني هتغلطوا هتقعوا بس دايما في طريق رجوع، لازم نرجع بسرعة يا جماعة. القصة دي بتقولك ان الغلط مش النهاية، اللي يضيع بجد انك ما ترجعش، انك تيأس من رحمة ربنا، انك تقول انا بعيدة، تقولي ان انت بعيدة خلاص. ربنا ما بيقيسكيش باخر غلطة، بيقيسك برجوعك بعدها. الشيطان شاطر في الغلط بس فاشل في التوبة، ربنا العكس تماما. فلو حاسة انك بعيدة، لو الصلاة تقيلة ولو الذنب تقيل على قلبك، افتكري ان اول قصة في حياة البشر بدأت بغلط وكملت برحمة. وطالما في نفس في رجوع، وطالما قلبك لسه بيأنبك، يبقى ربنا لسه فاتح لك الباب. قصة سيدنا آدم يا جماعة جميلة، وبتعلمنا يعني حاجات جميلة جدا، وان احنا نرجع ونتوب. ومهما غلطنا، مهما عملنا، اوعي وقومي. آه ومش معنى برضو ان انت مش كاملة في حجابك ان انت برضو تبعدي عن الصلاة، لا، نصلي وندعي ربنا، ونتوسل ان احنا ربنا يهدينا. يعني انا واحدة كنت بعيدة كل البعد عن ان انا البس نقاب او حجاب شرعي كامل، وسبحان الله ربنا هداني، يعني الحمد لله، بفضل ان انا كنت بدعي. الدعاء والتوسل، انا مش قد النور يا جماعة، احنا مش قد النور يا جماعة. ده هي الكاسيات العاريات لا يدخلنا، لا يجدنا ريح الجنة، بس ريحتها بس مش هيتشمها، فاهماني؟ يا جماعة نحاول نتقي الله. وفي حاجات كتير احنا مش قدها يعني، والنمص مثلا الحواجب انا برضو كنت يعني بعمل نمص كتير، بعمل حواجبي، مع ان ده يعني في حديث آه، بيقول ان في معنى الحديث يعني برضو ان النامصة والمتنمصة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني مش هنشم ريحة الجنة. فنسأل الله العفو والعافية يا جماعة، ونحاول كده على قدر الإمكان ان احنا نتقي الله، ان احنا والله مش قد العذاب ومش قد النار. نحاول نرجع. احنا في شهر شعبان، احلى حاجة في شهر شعبان ان انت تستغفري عشان تدخلي كده رمضان وانت يعني نظيفة، نظيفة وقلبك حتى لو هتستغفر بلسانك بس الاستغفار ده هينظف قلبك من جوه، انت مش هتحسيه غير بعد فترة لما تنتظمي على الاستغفار. الاستغفار ده لدنيتك، لآخرتك قبل دنيتك، هتحسني آخرتك ودنيتك بالاستغفار. فاحنا كده يا جماعة واحنا بنعمل شغل البيت نستغفر ربنا كتير، نحاول نخصص لنا ذكر ورد. اهم حاجة برضو تنظيم الوقت، ده اهم شيء في الحياة. انا عارفة فكرة ان احنا يبقى معانا اطفال متعب ومرهق، بس انتي لو عودتيهم هيتعودوا معاكي. والله لحد دلوقتي مش عارفة اعودهم يعني، بس بحاول. مثلا بنقعد اسبوعين نصحى بدري واسبوعين نصحى متأخر، وبنحاول يعني كده. فدايما الواحد يحاول ويحاول وما ييأس، وما هتدخلي في يعني في مرحلة اكتئاب كتير. وانت لو سبت نفسك للتفكير او اللي بقى انا مش هقدر، انا مش هعمل، انا مش عارفة، انا مش، هتدخلي في اكتئاب والاكتئاب مش حلو، هيودينا هيوصلنا لمراحل مش كويسة. والشيطان عايزنا نوصل لكده، والشيطان هدفه ان احنا نوصل ان احنا نكتئب ونيأس من رحمة ربنا، وان مفيش امل. لكن لا، انت استعيني بالله، وقولي ان شاء الله هقدر وربنا هيعيني. وعلى فكرة الشيطان الكسل من الشيطان، يعني الشيطان هو اللي بيحاول يكسلك، لان انت لما تكسلي مش هتعملي حاجة، ولما ما تعمليش حاجة مش هتتخاني مثلا في جوزك، هتهملي في بيتك. فانت لا، ان شاء الله استعيني بالله وقومي كده، وان شاء الله يعني ربنا يقوينا جميعا. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ده كان شكل الشباك قبل ما اركبه يعني، غسلت الحيطان والبتاع وكانت تحفة، مجرد بس ما حطيت الموب عليها كده كانت جميلة يعني. ودي كانت النهاية السعيدة طبعا بتاع المطبخ. وما قدرتش اكمل اكتر من كده لان هم كانوا واخدين الطقم النهارده، كانوا واخدين التطعيم، كانوا بيزمني كتير، كنت كده بدأت اعمل الغدا. وده كان شكل المطبخ. قومي بقى وما تكسليش.